هنبدا دلوقتي بقى الملحوظه في ابعاد الطوب. اغلبيه الطوب اللي هيستخدم في البناء احنا هنتكلم على استندرات. استشاري هيحط الطوبه الستاندرد وهشتغل بيها. في الغالب الطوبه بتبقى طول الطوبه بيساوي ضعف عرضها. معلش كلام شويه نظري حبه حلوين كده. طول الطوبه ضعف عرضها. طيب السمك نص العرض. حلو كده؟ يبقى المقاس الشائع هو 25 في 12 في 6. معلومه ولا ليها اي 60 لازمه لان كده كده هنشتري، بس يعني خلينا نزق مع بعض. في شويه معلومات انا حابب ان انا اعرفها لكم من منين اتقالت، عشان بس نبقى احنا فاهمين ماشي الدنيا بتمشي ازاي. بس بسرعه يعني مش محتاجين نسترس عليها. الاديه احنا كده داخلين في الالفاظ اللي بتتقال من الصنايعيه، تمام كده؟ دي ولا مصريين ولا حد عارفها، تمام؟ هم ايوه، لا دي وش النبي هم كمان. طيب احنا نفسنا مش فاهمينها، احنا هننزل موقع نعرفها بالعافيه. تمام. الاديه، تمام، كل طوبه تتبني في الحوائط بحيث يظهر طولها في الواجهه. يعني انا الطوبه لما اشوف طولها بنسميها اديه، تمام؟ سوري، المفروض دي الشناوي. دي حقوق عليا العرض صح. استاذنكم عشان بس ما انساش وانا ببعتها لكم. اوكي، غلطه مطبعيه تاني. يبقى الشناوي طوبه، سوري، الاديه طوبه يبان عرضها تمام في الوجه، تمام؟ الشناوي العكس، الطول بتاعها، تمام؟ طيب الكنيزر، الكنيزر هي، لا ان اسمها كنيزر وجه ربع 6 في 6، حته 6 في 6، تمام؟ ده بيتحط لو انا عايز ابدا ارحل، تمام؟ تلتين طوبه، طوبه ناقصه 6 سم تبقى 18، تمام؟ تمام. العرانيس، عرانيس او عراميس، اللي متبني انها بالميم بيشتم اللي بتبني انها بالنون، وبيقول على ده فلاح، والعكس بيقول على التاني فلاح. كلنا فلاحين اصلا، تمام؟ طيب ايه العرانيس او العراميس دي؟ اهم كلمه، سيبكم من اللي فاتوا دول. المونه اللي ما بين طوبه وطوبه، المفروض ان هي الرأسي، وبعد كده اللي بالعرض لا، احنا بنقول على الاثنين، وانا اختصرت لكم حتى لانها كانت مكتوبه في المرجع لغيتها برضه. اصرار بغباء ان انا دلوقتي ايه اللي هيتقال في الموقع؟ عرموس اللي بالعرض والعرموس اللي بالطول، تمام؟ الترويسه الحته دي اول واحده اتحطت بالترويسه، يعني بيريسها كده، هو ده المقاس اللي هيبدا بعديه يطرح. كل الترحيلات اللي بعديه مبنيه عليه، تمام كده؟ الطيه او الرباط دي بقى هنا بدانا كلام مهم شويه وهنستخدمها المحاضره الجايه. بين العرنوسين الرأسي في مستويين مختلفين. تاني، بين العرنوسين الرأسي في مستويين مختلفين. المقاس ده اللي هو ما بين ده وده، اشاور عليه تاني، بين ده وده، بين ده وده. المقاسه دي اسمها الرباط او الطيه. الطيه ده اسم يعني مرجعي شويه، الرباط ده اللي احنا بنقوله دلوقتي في الموقع. الرباط بتاعك مقاسه كام؟ مقاسه 10، مقاسه 15، مقاسه 20. طبعا هيختلف على اعتبار ان مقاس الطوبه مختلفه، بس احنا اذا افترضنا ان هي طوبه الستاندرد فهي هتختلف لسبب تاني. ايه هو؟ يختلف بسبب نوع الرباط، وده هنشرحه باستفاضه المره الجايه. تعالوا بقى نحفظ شويه حاجات. الحفظ مش صح، لكن انا هنقولها على اعتبار نمشي الدنيا شويه. يعني المفروض ان احنا نكون لقطنا المتر المكعب من المباني الطوب 240 طوبه تقريبا، ايا كان نوع الطوبه. لا احنا بنتكلم على الستاندرد دلوقتي. 25 في 12 في 6.
اللي مقاسها 25 في 12 في 6. ده عمه اللي حطها، كان قدامه الطوبه دي بس، غيرها احنا ممكن نحسبها. تمام كده، وهنشوف الحسبه شكلها ازاي دلوقتي. ال1000 طوبه بتبني 2.25 متر مكعب. يعني انا لو رحت اشتري محتاج خلينا معلش خلينا نشغل دماغنا. ايه خلينا حاضر. انا دلوقتي ثانية، ما حاضر افتكر لك، اربط المثل. اديني فرصتي. ايه ده في يا لا وايه، وفيها مغناطيس. لو قلنا ان احنا الحيطه دي هتاخد مثلا حجمها 1 متر مكعب مباني، يبقى فيها كام طوبه؟ حجمها، معلش، طوبه حيطه كبيره طويله، تمام، حجمها اللي هو بمعنى، ما هو السمك عندنا السمك عمره ما يكون متر، بس هنقول لو السمك متر في طول متر، متر في متر في متر، لو الحيطه متر في متر في متر فيها كام طوبه؟ تمام. لو بلوكه ماشي، ما هي لما تكون طويله اقول لك ازاي. لا مش غلط، هقول لك ازاي. طب اجيبها اديها لكم في الاخر، نرجع لها للاخر بعد ما نمشي الحسابات، بس احنا هنمشي الحسابات دلوقتي بايدينا. تحبوا نخليها للاخر؟ اصل دي للحفظ، وهنشرحها جت منين بعد كده. تمام، خلينا نحفظها دقيقتين وهتلاقوها وجت. لا طيب حقكم عليا، اركنوا دي شويه، هتتشرح اكتر. انا كنت بس لو حابين نحفظها، طيب خلوا السلايد دي للحفظ في الاخر، تمام، بس هتتحفظ. ليه تتحفظ؟ عشان ابقى انا واقف في الموقع، ابقى عارف الارقام دي، لما اقول انا هشتري عندي حيطه متر مكعب هشتري لها كام طوبه على طول. لكن لو عايزين الحسابات هتوضحها اكتر. ايه شرط المبنى كويس؟ المبنى او المباني، بند المباني نفسه، ان الطوبه تتبني على بطنها، مفيش في مره هبنيها على سيفها. هل ممكن ابنيها على سيفها؟ امتى؟ مش عليها حمل وبعمل لها عايز اعمل تخانه 6 سم، تمام. لا فاصل، لا انا ممكن حته صغيره عشان اخرم فيها واحط فيها قاعده معلقه، لكن ما اعملهاش قاطع، ما توصلش ان انا اوصل بيها بارتيشن دي حاجات تانية لو انا من المساحه عندي فيها مشكله. لكن حته صغيره عايز اقفل الحته الصغنطوطه دي، ممكن نقبلها، اقفل الحته دي كده، الارتفاع ده مش ده، تمام. هتقع طبعا وتفصل وكل حاجه، لكن لو انا عندي ارتفاع 90 سم 60 سم معايا. اللحامات الرأسيه ما تجيش جنب بعضها، ما تجيش فوق بعضها، يعني لازم الاقي الفرق ده اللي احنا قلنا اسمه طيه او رباط، سابق ولاحق، تمام. العرنوس ما يقلش عن 1 سم. ليه؟ المونه تمسك معايا اكتر، تمام. وانا شغال لازم يبقى معايا ميزان خيط، تمام، عشان اوزن رأسيه الحيطه، تمام. هنشرح دلوقتي الموازين دي بتشتغل ازاي، بس احنا لغايه كده ده الشروط اللي انا بمشي عليها، دي القاعده العامه المفروض ابقى حافظها. ما ينفعش اخش الاقي عرموس على عرموس، ولو كانت حيطه صغنطوطه ملهاش لازمه، تمام. ما ينفعش ابني الحيطه على سيفها الا في حاله نادره خالص ان انا بعمل حته متداريه وحته صغنطوطه، تمام. الحيطه المفروض تعلى كلها مستوى واحد مره واحده.
الارتفاع كله مره واحده. ما ينفعش ابدا هنا واخليها للنص ودي اقوم شاحتها للاخر، ده كلام فارغ. ليه؟ الطوب هينزل مع بعض، المباني هتنزل مع بعضها، لان المونه بتاعت العرنوس هتفقد ميتها فتنزل مع بعضها، يبقى نزل الميزان بتاعته، ميزان الطوبه تنزل الحيطه تنزل مره واحده، وابدا تاني يوم ابني الجزء اللي فاضل. لكن لو انا شحطت ده مره واحده جاي مع ده، عمرها ما تلزق في بعض، عمرها ما تلحم في بعض. متفقين؟ هندسه. بنضف العرانيس من المونه اول باول. ما ينفعش المونه تبقى طالعه لي من العرنوس، احنا متخيلين ده؟ تمام. بعد ما بنى قام مطلع مبزبز كده، ما ينفعش. ليه؟ لو كسرته هاثر على جوده العرنوس من جوه لو كسرته، لكن لو نظفته ودخلته لجوه يساعدني قوي وانا شغال في المحاره. متفقين؟ تمام. مين ده؟ لو شفته في الموقع اطرد كل الموجودين في الموقع، ما فيهاش نقاش، ما فيهاش نقاش. جبسون بورد احنا بنشطب، ولا حيطان ولا سقف ولا اصل الطوبه دي هعمل علبه كهرباء ولا هعمل بواط والنبي يا عمو عايز امشي واخلص. ام دي ما بتتأمش يا هندسه غير بالجبس. يوم ما تشوف في كل البنود ما عدا الجبسون بورد او بند جبس قائم بذاته لقيته في الموقع مشيه. لا انا لقيتك في الموقع قدامي همشيك انت والصنايعيين اللي شغاله معاك. ده جريمه تتحاسب قدام ربنا الاول وقدام الناس وقدام الجمهور وقدام الدنيا. ليه؟ وليه افورت وانفعلت وعليت صوتي وحسيت ان في مشكله؟ ليه؟ ده بيخلص يوميه الصنايعي، اللي يعمله في 3 ايام يخلصه في يوم، واللي يعمله في يوم يخلصه في ساعه. ليه؟ وظيفته ان هو سريع الشك، بيشك بسرعه، تمام، فيخلص له شغل اسرع. الاسمنت عقبال ما بياخد وقته، وزمن الشك الابتدائي بتاعه 45 دقيقه، وعايز يخلص الاميه دي وانت جايبه على اميه واحده. اميه يعني ايه؟ الحته بتاعت الباب، الحته بتاعت شباك، مش عارف ايه، دي بتاخد منه مجهود وغلبه. فنخلصها بقى بحبه جبس. تمام. الجبس سريع بينفش كده. تمام. احنا خلصنا وروح الراجل وخد يوميته واتبسط وكل وشرب مع عياله ودنيته بتنور. تمام. اعمل انا في الموقع الباشا سعادته الجبس يبدا ينفش معايا. الحاجه اللي انت مستلماها ميزان او مستلماها على دراع شربت ميه نفشت، جيتي تركبي الباب ما ركبش، كسري وام من جديد. لا مش هتعرفي تام من جديد، ليله كبيره قوي سعادتك. بلاش علبه الكهرباء وركبت بالجبس بعد شويه والناس كلها محرنا، المحاره تنفش، المحاره ما نفشتش شويه، وهتلاقي مع الوقت مع الاستخدام مامي وهي بتمسح الحيطه جابت عليه ميه، الميه نملت. ليه؟ مش ماما السبب، في جبس ورا، في واحد استسهل، واحد خد فلوس حرام، وانا كمهندس وخلصت الشغلانه خدت فلوس حرام. ده من الاخر. لا 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 ده احنا بنتكلم على انه استخدم جبس جوه الموقع. ليه؟ هو ما هو هيروح يجيب اي نوع جبس ويقوم حاطه في جيبه ويدخله. لو انت مهندس وشديد زي ما انا بقول برضه هيدخله. لو دخله باي شكل من الاشكال ارفض. ده لا اصول صناعه ولا اصول شغل ولا حاجه ترضي ربنا خالص. تمام. المونه قلنا المونه مونه اسمنتيه، قلنا فيها جبس. تمام. مونه اسمنتيه مكونه من 250 كيلو جرام اسمنت لكل متر مكعب رمل. معلومه تتحفظ وما بنستفادش منها حاجه، لانه الصنايعي في الموقع بيعرف يقلب مونته كويس لانه مضطر يعرفها كويس. المونه البايظه مش هيشتغل بيها ولا هيعرف يشتغل اصلا. فالمعلومه دي هندسيا اكتر، لكن في الموقع ابن البواب زي ما قلنا المره اللي فاتت، البواب بيعرف يقلب مونه احسن مننا كلنا. الاسمنت بودره ناعمه، لو شفتها خشنه بايظه. عباره عن بودره رمادي ناعم جدا، الشكاره وزنها 50 كيلو، لما تيجي عليه ميه يحصل تفاعلات كيميائيه وبيتحول لماده صلبه. يعني لو انا وقت تخزين
الاسمنت، او ربنا كرمني شغال في التجمع المطره نزلت عليا، الشكاره اللي نزل عليها ميه اعتبرها في حساب الاموات. استخدمها بقى في ردم، استخدمها في اي نيله تانية، ما تحاولش تستخدمها. ليه؟ هو بيبدا تفاعل كيميائي وبيفضل التفاعل لمده 45 دقيقه هنقولها دلوقتي. فهو لو انا استخدمتها تاني هي كده هي ميته، نسميها مونه ميته او اسمنت ميت. بعد زمن 45 دقيقه ده اسمه زمن الشك الابتدائي. الشك الابتدائي يعني معناه ان الاسمنت تفاعل خلاص وخد مكانه، وياخد وقت بعد كده اسمه زمن الشك النهائي، لكن الابتدائي بعد 45 دقيقه. طيب صحينا الصبح، انا مهندس سخيف شويه، مهندس موقع عندي او مقاول، جبت الرجاله يلا رجاله الساعه 7 الصبح، جابوا فطارهم ما فطروش، وجابوا الشاي بتاعهم ما شربوهوش، ويلا يا باشا نبدا نعجن المونه. عجن مونته بالكامل، بالكامل يعني بعد ما هز الرمله حط عليها الاسمنت وقلب، حط ميه في النص وقلب الميه، تمام. بعد كده صباح الفل، احلى سجاره حشيش في ايدك يا معلم، مع كوبايه شاي عشان دماغه تتظبط. قامت مراته في الوقت ده بقى اتصلت بيه، معلش اصل انت الساعه 7 الصبح والواد راح المدرسه، خبطته عربيه بس طلع سليم الحمد لله، بس السواق عايز 100 جنيه فديه. ارقام كده، كلام كده، شايفه عمال يرغي. المونه دي تتخصم من عليه وترمي المونه دي خالص. ليه؟ لان المونه اتفعلت، الاسمنت اشتغل وخلص شغله، الاسمنت خد 45 دقيقه بتاعته وخلاص بدا الشك بتاعه. مش خلاص بدا، هو شك خلاص، انا ماليش لازمه يا هندسه ده بالميه تتظبط. الميه هتلينه لكن مش هيرجع يتفاعل تاني. انا هيهمني الاسمنت يبدا المونه تبقى تحت رجلين الراجل بتبدا تفاعل، اول ما يقوم حاططها على الطوب التفاعل بتاعها شغال، بعد 45 دقيقه اكتمل التفاعل جوه المكان. لكن لو هو عندك مشكله يا حبيبي اتستاذن وامشي، بس ما تكونش المونه اتعملت خمرت المونه، لا. تمام. مجرد ما الميه بتيجي على المونه او على الاسمنت سوري، بحسب 45 دقيقه وما ينفعش اشتغل بيها تاني. طبعا دي اي صنايعي شغال مشيه لو هو بيعمل الحركه دي. الاسمنت طبعا اللي بنتكلم على الاسمنت دلوقتي هينفعنا في كل البنود اللي جايه. ما هذا؟ تاريخ انتاج الاسمنت، تاريخ انتاج الشكاره. الشكاره 50 كيلو، لو انا المفروض دي 6 اسابيع صح كده؟ لو انا الاسمنت بتاعي جبت شكاره وقعدت معايا 6 اسابيع، ليه؟ اصل الصنايعي اتاخر عليا، اصل انا جبت مونه بزياده، ايا كان السبب ايه، هعمل فيها ايه؟ بروح اختبرها، اخد الشكاره على كتفي او على العربيه واروح على معمل اختبار واروح اسال عليها كويسه ولا مش كويسه. في الغالب هتطلع بايظه وكلفت مشوار على الفاضي. فانا ما ينفعش اخزن الاسمنت مده زياده عن اللزوم. تمام. اولا الانتاج اللي لازم تاخدها منها طازه، طازه يعني تاريخ الانتاج النهارده، تاريخ الانتاج امبارح، ليه اخدها منه بقى لها 6 اسابيع؟ مضطر ايه سبب الاضطرار ان انا اخد منه اسمنت قديم ميت بايت؟ ما اشتريش، ما تشتريش. هو انت ضامن ان انت النهارده كل البنود، بس بلاش، انت اصلا مش هتشتري اسمنت لكل البنود، البند اللي هتشتغل عليه هياخد فتره زمنيه قد ايه؟ الصنايعي امه ماتت، خالته بتولد، اخر عليك، المقاول هتروح تشتري واحده طازه. ما ينفعش يتشرب، ما ينفعش تشرب اه بعد الشهر ونص ترميه بقى، تاخده يعني كل سنه وانت طيب. يا نهار اسود في ايه؟ فداك الحمد لله. حطه بقى، هنحطه في الارض، ممكن نستخدمه في الارض، في الارض بقى ايه، ردم كده زيه زي الرمل. وخلي بالنا انه لو اتحط في الارض وتفاعل مع الرمل هيزيد وزنه، فهيبقى عندنا حمل تقيل على الارض.
ممكن استخدمه بقى لو انا عندي فيلا او بتاع برضه. يعني حضرتك اختصارا اللي حضرتك بتقوله مفيش مده صلاحيه الاسمنت شهر ونص اهو، مش انا اللي بقوله اهو. يرجى باعاده اختبار الاسمنت بعد 6 اسابيع من تاريخ التعبئه. انا ما اخترعتش البند، مش انا اللي مخترعه. تمام. الاسمنت لازم يجري بيهم، لازم يجري. هقول لحضرتك على حل، هقول لك على حل. ابدا بنود عكس بنود، بمعنى هنحكي بعد كده في المحاره. لو انا شغال محاره، المفروض المحاره بعد ما باسس كهرباء وسباكه، ارمي محاره الاول، بعد كده فرغ للسباكه والكهرباء، هتنقذ لك جزء كبير. هتخسر. تمام. هي خير البيت بقى، هنعمل لك ايه بقى؟ كان نفسي اساعدك. طيب براحتك خالص. بنشتري الاسمنت بالقد، اديكوا شفتوا النتيجه. عشان ما ينفعش يتساب فتره كبيره. تمام. الرمل ممكن اشونه بزياده لو انا الاحمال بتاعه المبنى تقدر تستحمل. ميه ممكن احط في براميل او اخزن بطريقه معينه، الاسمنت لا يمكن. الشركات بتاعه الاسمنت طبعا احنا جبنا الراجل زي بحلقه سطريه. لا مؤاخذه، انا اسف. لا مفيش عادي. عادي يعني انت بتخسري كل البنود اللي جايه تاني. معلش الحته دي مهمه قوي، حقك عليا. الحته دي مهمه قوي. ما بني على باطل فهو باطل، والمشكله اللي ركنتها امبارح هلبس فيها بكره. انت عارفه لو حيطه وقلتي مش مشكله مايله سنه وبتاع، المحاره يظبطها ان شاء الله، وانت بتقفلي الجبسون بورد والسيراميك فداتك هتبقى بجلاجل. كان احسن تنزل حتى لو على حسابك النهارده. اخزن رمله، اخزن ذهب، اخزن اي نيله. الاسم ليه هيطير؟ الشركات هتقفل. خزني فلوسك في طريقه امنه. ايوه، ما انا بقول عامه، خزني فلوسك او خزن فلوسك بطريقه امنه. لكن الاسمنت ده هنبقى زي عمو اللي جاله سكته قلبيه ده. بلاش يا عم تاخد مني المعلومه. بس تاني معلش، سيبك من المعلومه اللي انا قلتها بتاعت 6 اسابيع، انا اسف، اعتبرها منصوحه موجوده. لا بجد بامان. ما انا قلت لك المعلومه جايه منين، عشان برضو افرض اتغيرت مع الوقت تتغير. عندك تاريخ الانتاج اهو. تمام. ما بيبقاش مكتوب هنا. تاريخ الانتاج ده زي اي حاجه معلبه بنشتريها او كيس شيبسي بنشتريه، مكتوبه كده. وعندك بتبقى مكتوبه بالحبر بتاعهم او ده اهي. يوصى باعاده اختبار الاسمنت بعد 6 اسابيع من تاريخ انتاجه. هنا نفس الكلام، انا جبت لك بس شكل تاريخ الانتاج بتاعه. اجباري موجود. حضرتك هتبص اصل هو هيعمل لك تاريخ انتاج ليه؟ عشان احنا كل ده. وخلي بالكم ان 6 اسابيع في شرط ان تكون الشكاره كويسه. انا لو الشكاره باظت او نزل عليها ميه او نزل عليها اي سوء تخزين، خلاص الشكاره ملهاش لازمه. يعني 6 اسابيع يا جماعه، الاسمنت ما بنهزرش معاه. اتفضل. ما هو المفروض مش هيشتري حاجه تقعد عنده تاني. يعني انا دلوقتي، هو دلوقتي عنده، هو عارف الشونه دي بتخلص عنده يوميا، خلاص فهو بيطلب يوميا. هيطلب لمده اسبوع، هياخد كميه على قد الاسبوع. او سياسه استرجاع، بس ما هم مش هيرجعها له. يرجعها له ليه؟ انت اشتريت ليه زياده؟ ما انت بتاع التشوين او بتاع المواد مش هي. لا تدوير ايه؟ خلاص بقى مع السلامه، ده في داهيه. ده زي الدواء ده يعدم. طب حقكم عليا، انا اسف. اتفضلي قولي. لا هتعمل بيه ايه؟ لا هي مش هتعمل بيه حاجه، ده تراب يا جماعه. في الاول والاخر الاسمنت ده تراب. هو كده باظ، كده هيترمي في الارض. اتفضل بقى حضرتك، كنت بتقول حاجه تاني. لا هيحاول يصرفه. عارفين الناس الموانين اللي هي بتبقى صغنطوطين كده، بيبقى فاتح بتاع بويات كده ويقول لك بالكيلو او بتاع ده تخاف منه.
ليه؟ لانه ممكن ده يكون فتح شكاره وعاشت معاه بقى حبه حلوين، او جات له من واحد، جات له من التاجر على المفروض تخلص النهارده، فبيفضيها بقى بالكيلو، بالربع كيلو، ب2 كيلو. الاسمنت لو انا شغال بيه، الاسمنت ما بشونوش، الاسمنت بشتغل بيه اول باول. انا اسف، انا اسف، حقك عليا، بامانه ما كانش قصدي، بس حتى موجوده قدام الشركه او قدام خلاص ايه. هو استفاد، انا هقول لك عمل ايه. ايوه هو استفاد بعرض، هو استفاد بعرض انه هياخد خصم كذا، وده في الغالب بيبقى مدير المشتريات. انا مش هتكلم عن بس انا اتفضل. طب كان نفسي ادافع عنك اوكي يعني كان نفسي ادافع عنه يعني، بس بلاش سوري. طيب الشركات اللي موجوده اهي، تمام. لما انا بستخدم في التشطيبات، عشان احنا بند تشطيبات، اي بند من دول، اي شركه من دول، تمام. لو انا شغال في انشاءات، لا طبعا مش اي نوع، ومش اي نوع من اي شركه. في الغالب يجي يقول لك مثلا ده النوع الاسمنت ده لا يستخدم الا في التشطيبات. بتاع الخرسانه استخدمه براحتي، بتاع التشطيبات ما استخدموش في الخرسانه خالص، حتى لو ببلاش. اذا كانت الشركه، اذا كانت مامته بتقول كده، احنا نبقى حن عليه من مامته. المونه الاسمنتيه اتكلمنا عن رمل، اسمنت، ميه، واتكلمنا عن الاسمنت، تمام. الميه، اي ميه انفع اشربها انفع استخدمها في الشغلانه بتاعتي. اي ميه ما اعرفش اشربها لا يمكن ان انا استخدمها. ميه مالحه، ميه معاد تدويرها في العام، يعني مش مخصصه للبني ادمين. اي ميه صرف، اي ميه معالجه، اي ميه بتاع، مش هحط، ينفع احطها في بقي، ما احطهاش في المونه بتاعتي. دي ابسط حاجه. عشان نتكلم بقى نسبه الملوحه والكلام العظيم ده بتاع المهندسين اللي مالهمش لازمه. انا في الاول والاخر انا واحد واقف في الموقع، هشرب من الميه دي، اعرف اشرب منها، تمام. يبقى هي دي اللي هستخدمها. الرمله، استخدم اي رمله، صح كده؟ نو لازم تبقى خشنه. ليه؟ هي مكتوبه اصلا، بس يعني ممكن نتكلم مع بعض. ما مش لازم تقراها لي، ما انت عرفت المعلومه لا تمام تمام، بس هفكك عشان انت شايل هم كبير النهارده كنت شايل الهم، انت خليته همين طيب الرمل، احنا اتكلمنا ان مكونات المونه عباره عن ميه واسمنت، والاسمنت ناعم، والرمله هي اللعبه بتاعتي، تمام. اللي احكم بيها المونه تبقى ناعمه ولا المونه تبقى خشنه. طب ليه انا بس اخليها خشنه؟ تعرف تمسك في الحيطه، واعرف امسك عليها بعد كده محاره، فالخشونه بتاعت الرمله تعرف اقدر اتعامل معاها، تمام كده. طيب افرق بينهم ازاي وانا في الموقع؟ همسك الرمله، تمام. همسك الرمله زي البنوته اللي عامله قلب فوق دي، تمام. في فرق بين ايد البنوته العسوله دي، في فرق بين راجل مهندس موقع، تمام. ده راجل ايديه خشنه، فالرمله ما رضيتش تنزل من عليه الا بصعوبه. البنوته ايديها ناعمه والرمله ناعمه، انا نربطها كده، ناعمه ما مسكتش في ايديها ونزلت، ما تنفعنيش. انا بستخدم دي، تمام. الغالب كنا بنسميها رمل حرش او رمل سويسي. سويسي يعني بيجي من السويس او من البحر الاحمر. دي كانت احسن رمله شغالين عليها، مش مالحه، ما فيهاش ملوحه، مش اكيد انا عارف حضرتك عايز تقول كده. الرمل لونه اصفر، لو ملون وشيك وشكله امور استخدمه. ليه؟ هنقول خواصه اختلفت لو احنا حاسين النيه، دي لو سيئين النيه. حاسين النيه يعني محطوط عليها اكسيد غير لونه بس كده، مجرد شكل. لكن في الغالب مكسور عليه طوب، بواقي مش عارف ايه مرمي عليه، بواقي اسمنت بايظ بقاله 3 سنين اتحطت عليه، فاداله لون رمادي، اداله لون احمر، اخضر، بنفسجي. انا عايز الرمله لونها اصفر صفار عادي جدا، تمام كده. الرمله بتيجي في عربيه، انا عارف ان انا بقول بديهيات، يعني المحاضره عباره عن بديهيات، فحقوق عليا، بس البديهيات دي احنا بنقع فيها، تمام. الرمله بتتنقل على العربيه ايه حاجه، يعني ايه مش مع العرب ازاي؟ قول. العرب، لا العرب يدوك احسن رمله.
انا عايز اقول لك معايا انا ما بحبش اتعامل غير مع العرب. العربويه باخد منهم احسن شغل، ما تسالنيش ازاي بامان. سيبك من اغلى، انا ما كنتش بقى انا اللي بتفق في السعر، كانت الشركه بس معروف مهندس مينا في المكان الفلاني، ومينا ما بيستخسرش فيهم حاجه، فكان بيجي لي كل اللي انا نفسي فيه. سعره زي بره، ما كانش فيه بره اصلا، انت مضطر تتعامل معاهم يعني. ما تقوليش اغلى من مين، اغلى من اللي هنا بقى، لكن اغلى هم اصحاب السعر واصحاب القرار. فانا معاك، بس لو انت بتتعامل معاهم بكل يعني تعامل بقوه، وفي نفس الوقت بتراجع وراهم كل حاجه زي ما بنتفق دلوقتي، الموضوع مختلف. تمام. طيب، على فكره اللي بيشغل العرب مش هم اللي بيكونوا شغالين، في الغالب بيجيبوا ناس تشتغل، الناس دي بتطلع مصالح. لو اتعاملت مع العربيه نفسهم هيجيبوا لك اللي انت عايزه، وده كلام دغري، يعني الكلام ده مش سماسرة، هم العيال بتاعتهم. تمام. اتصل بالعرباوي صاحب المكان او صاحب المنطقه او مدير المنطقه، هيجي لك بعربيته كده بكل شياكه، يقول لك هندسه تؤمر بايه؟ هستاذنكم